أيها الحضور الكريم، نستأذن الجميع بالوقوف للنشيد الوطني. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني عشت فخر المسلمين، عاش الهدي للعلم والوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الذي رفع السماء بعيدا والأرض مهد للورى تمهيدا، والحمد لله المعز بفضله حمدا كثيرا طيبا ومزيدا، وصلاة ربي والسلام هدية للمصطفى خير الأنام جدودا. أنا ما قمت هنا مبتدرا ساحة النظم فلست بالمليء، أنا ما قمت هنا موضحا لأمور خفيت كي تنجلي، إنما جئتكم مرحبا بكم في حفلنا والفخر لي، سائل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. الدكتور سليمان الزايدي رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وعضو مجلس الشورى سابقا، أصحاب السعادة، الزملاء الإعلاميين والإعلاميات، الإخوة السنابيين والسنابيات، السادة والسيدات، أيها الحفل الكريم، ها قد أتيت فهاكم كلماتي، قد خطها قلمي على الأوراق، إني أزف تحية مملوءة بالحب عطرها شدى النسمات. الفائزين اليوم هذا حفلهم، الله زينه بخير صفاتي، يا من حضرت الحفل عذرا هذه أبيات شعري خالطت عبراتي. أنتم سماء أستظل بظلكم، وإذا عثرت أقلتم عثراتي، يا حاضرا للحفل هذا روضنا فاح أريج طيب النفحات. العلم والنجاح أساسان في بناء شخصية الفرد، لهذا فإن دور العلم والنجاح لا يقتصر على الجانب المادي في حياة الطالب، بل إن الجانب المعنوي مهم جدا، إذ يزيد في الثقة بالنفس، كما أن العلم والنجاح يرفعان من قيمة الشخص بالمجتمع. وأهم دور للعلم والنجاح في الجانب الشخصي هو أن المعرفة القوية والنجاح يحقق عزة النفس لدى الطالب، فيصنع له كيانا ثابتا يجعله فخورا. فأيها الحفل الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة، والذي يحتفل نادي الفريق الإعلامي السعودي لتكريم أبطال الرياضيات الذهنية والحاصلين على جائزة حورس 7 في مدينة دبي، وكذلك الفائزين بالمركز الأول على مستوى محافظة الطائف. وما حضوركم وتشريفكم في هذا المساء إلا دليل وفاء، ولا يستغرب الوفاء من أهله. أيها الحفل الكريم، خير بداية لكل بداية، آيات من ذكر الله الحكيم يشنف بها مسامعنا الأستاذ قيس المالكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم بالود والسلام والتحية والإكرام يرحب بكم رئيس مجلس إدارة نادي الفريق الإعلامي السعودي الأستاذ سعود الثبيتي، ويسره أن يلقي كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. السادة الحضور مكرمين وضيوفا كرام، تحية حب وإجلال. من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، وهؤلاء الأبطال قد جدوا واجتهدوا وساروا على الدرب فأبدعوا، بوركت جهودهم وجهود من كان سببا في تفوقهم. أبنائي وبناتي الطلبة المميزين، ماني شايفهم أنا، المفروض يكون لهم مكان. الحقيقة أنا فخور بكم وفيكم، فلقد وصلتم إلى ما وصلتم له بسبب فضل الله أولا وأخيرا، وبجهود من كان لهم فضل عليكم، فشكرا لأسركم الكريمة على جهودهم، وشكرا للمدربة الرياضيات الأستاذة الفاضلة رزان العتيبي التي كان لها الفضل في تفوق وبروز الطلبة. الآن وبعد وصولكم إلى ما قد وصلتم إليه، يمكننا أن نقول لكم وبصوت مرتفع، بصوت ممتلئ بالفرح، بصوت ممتلئ بالفخر، لقد استحققتم ما قد وصلتم إليه. ختاما، شكرا لكل من شرف حفلنا المتواضع، وشكرا لمن كان سببا كلا باسمه، فلطالما حرصنا في فريقنا الإعلامي أن نطبق القيم والمثل الأعلى في شتى أمورنا، آملين أن نصل بأعضائنا إلى الفائدة المرجوة لخدمة وطننا ومجتمعنا. واليوم أعبر عن سعادتي بتميز حفلكم هذا بفضل الله ثم بفضل كل من تعب وجد واجتهد بعطاء بلا منة، فجهود الداعمين والقائمين على هذا الحفل المميز قد تكلل عملهم بالنجاح، ووصلنا إلى غايتنا ولنكمل المسيرة بجهودهم وعطائهم. بوركتم ولكم أجمل التحايا وجزيل الشكر. أحب أقدم شكري طبعا لمؤسسة الدقة والإنجاز الخدمات العقارية الراعي الذهبي، فشكرا وارفع لكم العقال في مبادرتكم الطيبة ودعمكم. جمعية
اليقظة إدارة ومسؤولين، شكرا شكرا بحجم السماء. حلويات الحياة، تحياتي وتقديري. شركة ياز التجارية وبانورما العقارية على رأس الدكتور العرابي، أنا ما أشوفه اليوم هنا، أقدم شكري له طبعا. مؤسسة ملتي إيفنت، منتجع ديم الهدى، زهرة التوليب للضيافة، شكرا. جمعية ساعد للبحث والإنقاذ اللي دائما معنا بقيادة الأستاذ سالم الشوقبي، فشكرا. فرقة بنات المملكة، تحياتي وتقديري. فرقة طاقية، وأرفع لكم العقال كلكم، شكرا لدعمكم طلابنا ونتمنى لكم التوفيق. تحياتي وتقديري. أيها الحفل الكريم، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما الآن مع كلمة مشرف نادي الفريق الإعلامي السعودي بمحافظة الطائف الأستاذ عطية الثقفي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، أما بعد. بداية نرحب بكم في حفلنا هذا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، نسعى دائما في نادي الفريق الإعلامي السعودي إلى تقدير المواهب والاهتمام بها، فالطائف غنية بالمواهب والقدرات، وها نحن في هذا المساء نحتفي وإياكم بنخبة تميزت في مجال الرياضيات الذهنية، وحققت للطائف إنجازا توالت وستتوالى بإذن الله. نبارك لطلابنا وطالباتنا هذا التميز، ونتطلع بإذن الله لقادم أجمل. حفلنا الكريم نسعى جاهدين دائما في نادي الفريق الإعلامي السعودي بالطائف إلى خدمة الطائف دائما وكل ما يميزها بصورة إعلامية فريدة، وتوثيق كافة اللحظات الهامة والتركيز على عنصر الإبحار البصري والإعلامي الحديث. ختاما، شكرا لكم مشاركتكم حفلنا هذا، وشكرا لكم دعمكم لأبنائنا، شكرا للرعاة، وشكرا أيضا لشركاء النجاح الذين لهم دور كبير كان في خدمة الطائف دائما. أترككم مع بقية فقرات حفلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكريم، أما الآن نترككم مع الفرقة التي دائما نسعد بوجودها، وهي نخبة من الأطفال الذين يقدمون الدور المميز في جميع المحافل الوطنية والخاصة. الآن نترككم مع فرقة بنات المملكة الاستعراضية. ما شفت اتصاله ونجالي رسالة على تلفوني يساري سر الليل، نسوى عيونه ونصبر بدونه، ويسوى عيوني يساري سر الليل. أنا اليوم في موقف لا أحسد عليه صراحة، أمام عدد كبير من الإعلاميين المميزين ولهم باع كبير في تقديم المحافل المنبرية، الأستاذ سعود، الأستاذ مشعل، الأستاذ عبد الله الهوساوي. قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أما الآن نتشرف بكلمة معلمة الأبطال الأستاذة رزان العتيبي، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بعد الصلاة على النبي، أولا وقبل أن أعرف بنفسي أحب أشكر أولا فريق الإعلامي السعودي على رأسهم المؤسس
الأستاذ سعود التبيتي، يعطيك العافية. شكرا لك. بالعادة الناس يبدأون بالتعريف بأنفسهم، بالتعريف بالبرنامج، لكن للأمانة من كثر الحفاوة اللي لقيتها الليلة بي وبأبطالي وبتكريمهم والحفاوة الكبيرة بحضوركم الكريم، فحبيت أبدأ بالشكر. شكرا للفريق الإعلامي السعودي على رأسهم الأستاذ مشعل اللي نظم وجاب الفكرة كلها. يعطيك العافية أستاذ مشعل. شكرا أستاذ عطية اللي كان معي في الإعدادات كلها وخلاني قريبة في كل الصورة. يعطيك العافية. أحب أولاً أن أعرف بنفسي بعد الشكر. رزان العتيبي، مدربة الرياضيات الذهنية، تخصصي بكالوريوس رياضيات، مدربة الرياضيات من قبل جائحة كورونا، والحمد لله كان لي أبطال طلعوا في المسابقات، لكن والحمد لله عدنا والعودة أحمد. ها أنا اليوم أحتفل وإياكم بأبطالي من جديد، جيل جديد يظهر مجددا للمسابقات العالمية والحمد لله من طائفنا، فعادت الحياة للطائف بالمسابقات وبالرياضيات الذهنية، فالحمد لله. الهدف من برنامج الرياضيات الذهنية، نحن الآن نواجه جيل ذكي جدا. جيلنا الآن، أطفالنا الآن الكل يراهن بذكائهم، ذكاء إلكتروني فائق وتقنية عالية، أداء رائع إلكترونيا. فالهدف من البرنامج هي موازنة الطفل هذا الذكي إلكترونيا بالواقع الذي يعيشه، يعني يوظف هذا الذكاء ويحسسه بالواقع اللي هو موجود فيه حاليا. يعني بدل ما يكون الطفل حاليا، إذا لاحظنا الأطفال حتى لو كلمناهم بعيد عن الأجهزة، المزاج سيء، الأسلوب سيء، أحيانا مستعجلين، ضائقين، فبرنامج الرياضيات الذهنية يعتبر إنقاذ لهذا الجيل الممتاز جدا وموازنتهم بالواقع. شكرا لكم. أي فخر يقف المتحدث القادم وهو يتحدث باسم الأهالي أو باسم أهالي الأبطال. أما الآن مع الأستاذ عبد الرزاق الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم، باعث الحمم، ذي الجود والكرم، جعل لأهل العلم مزية، وأي مزية، ومنزلة رفيعة علية، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله على صحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الآباء والأمهات، أبطالنا الصغار، الضيوف الكرام، حفلنا المبارك، أحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أولياء الأمور، يشرفني في هذا الحفل البهيج أن أتقدم بثلاث باقات ورد تنضح بالشكر الجزيل ووافر التقدير. الباقة الأولى للأستاذ رزان العتيبي على المجهود العظيم الذي تبذله من أجل أبنائها وبناتها أبطال الرياضات الذهنية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليك معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ونحن مهما قلنا أو عملنا لن نستطيع أن نوفيها قدرها وحقها من الشكر والثناء، ولا نملك لها إلا الدعاء بأن يبارك الله لها في وقتها وصحتها وأولادها، فلولاها لما تحقق هذا النجاح. وإن شاء الله أن تستمر من نجاح إلى نجاح حتى تصل للعالمية حلمها وحلمنا جميعا، كما قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
الباقة الثانية أقدمها للأبطال الصغار أبطال الرياضات الذهنية الذين نالوا شرف التفوق في مثابرتهم واجتهادهم وكانوا خير من يمثل أهلهم ووطنهم ومعلمين. العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الليلة القمر. فتهانينا لكم على هذا المستوى الرائع مع الشكر والتقدير وأطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتوفيق. أما الباقة الثالثة فأقدمها إلى أولياء الأمور آباء وأمهات على جهودهم ودعمهم واهتمامهم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على تربيتهم وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ولا أنسى بهذه المناسبة أن أشكر فريق الإعلام السعودي على رأسهم الأستاذ سعود العتيبي وجميع فريقه على هذه الجهود المباركة والمبادرة الطيبة. وفي الختام نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان، وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أما الآن مع كلمة الدكتور سليمان الزايدي رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وعضو مجلس الشورى سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأخوة، أيتها الأخوات، أيها الحضور الكريم، أيها الوجوه الطيبة والجباه الطاهرة، نلتقي في هذا المساء لنشهد المستقبل. نحن نتحدث دائما عن المستقبل، وبعضنا لا يعرف أن المستقبل هم هؤلاء الصغار. أبناؤنا نصف الحاضر وكل المستقبل. هؤلاء النوابغ الذين شاهدناهم قبل لحظات هم علماء المستقبل. قرأت بما قرأت أن هناك لجنة في الولايات المتحدة الأمريكية تحضر علماء عام 2050، يعني مثل هؤلاء. الأستاذة رزان العتيبي اهتمت فيهم واعتنت فيهم في هذه المرحلة، لكن ماذا عن المراحل القادمة؟ هؤلاء ثروة، وأي ثروة. أنا أعتقد أنه لا بد أن يكون لهم برنامج متكامل في كل مراحلهم الدراسية حتى فعلا نجهز عالم مستقبل. عندما نجد معلمة مثل الأستاذة رزان العتيبي وهي تقدم لنا هذه المجموعة بهذه الإمكانات، فإننا نفتخر كثيرا بأن يكون لدينا معلمة بهذا الحجم. فهنيئا لمؤسساتنا التربوية عندما يكون لديها بهذا الحجم من المعلمات. رؤية المملكة 2030 تعمل على هذا الشكل من المستقبل، ونحن تعودنا أن المؤسسات الدولة التعليم والمؤسسات الأخرى تهتم بالأطفال وبالشباب وبالمناسبات وبالتكريم، لكن هذا المساء تعلمنا شيئا جديدا، أن مؤسسات المجتمع المدني تعتني وتهتم بالنوابغ. هناك تحول في فكرنا وفي رؤيتنا وفي الاهتمام بمستقبلنا. لم تعد المسؤولية فقط مسؤولية الدولة، وإنما القطاع الثالث
يتبنى ويتحمل مسؤولية المستقبل، مثل ما رأينا هذا المساء عندما تهتم هذه المجموعات التي رأيتها في هذه القائمة، وهي ترعى وتهتم بهؤلاء النوابغ في مقدمتهم طبعا الإخوان الإعلاميين، والذين فعلا هذا المساء يقدمون لنا نموذجا من الرعاية ومن الاهتمام بالجيل. أنا أعتقد نحن اليوم دولة ضمن العشرين الكبار في الاقتصاد، ولكن أيضا لابد أن نكون أيضا في العشرين في التعليم وفي الصحة وفي الرؤية وفي الأخلاق وفي أيضا بناء المجتمع وبناء الأسرة قبل المجتمع الكبير. تبني أسرة صغيرة بناء جيد، تبني مجتمع، تبني دولة، تبني مجتمع. المتحدث أورد بيت شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نحن كمعلمين أخذنا الشطر الأول من بيت شوقي: قم للمعلم وفه التبجيل، وننتظر الناس يقفون ويحيون، بينما شوقي حملنا كمعلمين مسؤولية عظمى، قال لنا: كاد المعلم أنتم كدتوا أن تصلون لدرجة الرسل والأنبياء في مسؤولياتكم. إذن مسؤولية المعلم عظيمة، والذي رأينا هذا المساء واحد من هذه المسؤوليات التي حققتها الأستاذة رزان العتيبي، التي نفتخر بها بأنها واحد من أخواتنا المعلمات في وطننا الغالي. أنا سعيد جدا كمعلم كمسؤول عن التعليم أن أرى هذه الصورة التي ما كنت يعني أجدها في زمني، ربما تقصير، ربما يعني عدم الربط بين المجتمع وبين مؤسسات الحكومة. اليوم المجتمع القطاع الثالث يخدم ويقدم يعني للبلد نماذج ويرعاها مثل هؤلاء الصغار. نعم نحن هذا المساء يعني وجدنا أننا أمام مستقبل سيكون إن شاء الله عظيم. هؤلاء النوابغ هم علماء المستقبل في بلادنا في المملكة العربية السعودية. شكرا للجميع الذين احتفوا بهؤلاء، وشكرا للحاضرين الذين أيضا حضروا لكي يدعمون هذا التوجه وهذا النشاط. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شكرا لحضوركم جميعا، شكرا لمن شرفنا من جدة، شكرا لأخواني الإعلاميين والإعلاميات والزملاء الكرام، شكرا لتشريفكم وتغطيتكم لهذه الأمسية الجميلة، شكرا لكل من شرف حفل نادي الفريق الإعلامي السعودي، شكرا لرجال الأعمال، شكرا للداعمين الذين كان لهم البصمة الحقيقية في حفلنا هذا المتميز، شكرا أيضا لزملائي وسندي في نادي الفريق الإعلامي السعودي من الزملاء والزميلات. أيضا لا أنسى أخواني وأخواتي الإعلاميين والإعلاميات الذي كان لهم الدور في نقل هذا الحدث الجميل. مهما نتكلم عن شركاء النجاح ومهما نقدم ومهما نقول لن نوفيهم ما قاموا به من مبادرة جميلة معنا في هذا الأمسية الجميلة. أطفالنا يستحقون أن نحتفل فيهم، طبعا ليس على مستوى الطائف لأنهم محققين جائزة على مستوى المملكة العربية السعودية، ونحن في نادي الفريق الإعلامي السعودي نعلن أن نكون لهم داعمين بتوجيهات من سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعود الثبيتي، وأيضا نائبه الأستاذ عواب الحارثي، وكل أعضاء نادي الفريق الإعلامي السعودي في المملكة العربية السعودية. كان لشركاء النجاح تواجد منذ أن بدأنا في الترتيب لهذه الأمسية الجميلة، فكان رجل الأعمال والإعلامي المتميز الذي نكن له الاحترام والتقدير الأستاذ محمد الغريبي صاحب مؤسسة الدقة والإنجاز، فله تكريم خاص من نادي الفريق الإعلامي السعودي. جمعية اليقظة النسائية الخيرية التي فتحت لنا أبوابها دائما متواجدة ودائما تدعم
مثل هذه الاحتفاليات فلهم منا الشكر بقيادة الدكتورة مشاعل القثامي ومديرتها الأستاذة غالية الجميعي، فلهم منا تكريم، فأهلا وسهلا بهم. طبعا الأستاذة غالية الجميعي مديرة الجمعية تسلم التكريم الخاص من نادي الفريق الإعلامي السعودي. شكرا لجمعية اليقظة النسائية لإتاحة لنا الفرصة أن نقدم هذا الحفل المتميز بحضوركم أيها الإخوة والأخوات. أيضا تكريم لحلويات الحياة، حلويات الحياة المبادرة دائما في كل مناسبة وطنية ومناسبة خيرية وإنسانية، فلهم أيضا الشكر والعرفان. منتجع ديم الهدى الأستاذ محمد العرابي فليتفضل مشكورا. شركة ياز التجارية وبانوراما العقارية أيضا لها إسهامات جدا في محافظة الطائف وخارج محافظة الطائف. أيضا قدمت البارح لفريق نادي الإعلام السعودي منتجعين، أحدهما للشباب والآخر للأخوات، متى ما بغوا يحتفلون فهو جاهز. تمثلهم هذا المساء الأستاذة مريم الحارثي، فلهم منا الشكر والتقدير على كل ما يقدمون إلى الطائف وأبناء الطائف وتواجدهم المستمر في كل مناسبة. مؤسسة ملتي إيفنت بقيادة الإعلامي والمتميز والصديق العزيز الأستاذ توفيق النقاش، دائما متواجد معنا وفي كل مناسبة وكل احتفالية لأبناء الطائف. يستلمها نيابة عنهم الإعلامي الأستاذ يحيى المالكي. هناك أيضا أبطال دائما متواجدين في كل الميادين في أوقات الأمطار، أيضا في كل ما يحتاجه الطائف، وأيضا على مستوى المملكة العربية السعودية. كان لهم أيضا مشاركة معنا في هذا المساء في التنظيم جمعية ساعد للبحث والإنقاذ بقيادة المشرف الأستاذ سالم المالكي بمحافظة الطائف. شكرا لك أستاذ سالم، شكرا لكافة أعضاء جمعية ساعد وأبطال جمعية ساعد. أيضا وللضيافة كان تواجد، كان لنا دعم مستمر من أبناء الطائف لأبطال الطائف. زهرة التوليب للضيافة كان تواجدهم معنا اليوم في الضيافة، شكرا من الأعماق لكم. أيضا للتنسيق والتنظيم والإبداع كان لهم كلمة في هذا المحفل الجميل. فن الإبداع للتنسيق وتنظيم الحفلات أيضا متواجدين معنا، كلمونا البارح وما شاء الله تبارك الله أبدعوا في تجهيز هذا المكان الجميل، شكرا من الأعماق. نجمات على مستوى الطائف وخارج الطائف دائما أيضا متواجدين في احتفاليتنا في الطائف، في أي مشاركة لهم يتميزون بالإبداع والتميز. فرقة بنات المملكة بقيادة الأستاذة نوف عسيري. أيضا لا أنسى دور جميع من كان له تواجد وتفاعل من نادي الفريق الإعلام السعودي، سواء في التنظيم أو في التنسيق أو في العلاقات، شكرا لكم من القلب. أيضا هناك برضو أستاذ عطية فيها الأستاذة هدى البقمي مقدمة هدايا أيضا لمجموعة أبطال الرياضيات الذهنية باسم نادي الفريق الإعلام السعودي، شكرا أستاذة هدى. الصحف والإعلام أيضا تواجد ورعاية لهذه المناسبة، صحيفة صدى تبوك الإلكترونية. أيضا هناك هدية أو هدايا مقدمة للمشاركين مع بنات المملكة والجهاز التدريبي والإدارة، فلهم منا الشكر والتقدير. صحيفة صدى تبوك الأستاذ عبد الله الحصيني، يستلمها نيابة عنهم الأستاذ محمد الفيفي. أيضا من الصحف الراعية لهذه المناسبة وإلى نادي الفريق الإعلامي السعودي صحيفة غرب الإخبارية، يستلمها مدير الصحيفة الأستاذ عواض الحارثي. كذلك كان هذا المساء تواجد أيضا لصحيفة الرأي، فليتفضل مشكورا. صحيفة الرأي الأستاذة مريم الحارثي، أيضا الأستاذة فايزة الثبيتي. قناة توثيق الإعلامية المتواجدة من أمس وهو يعمل معنا بقيادة المبدع والمتميز عضو مجلس الإدارة في نادي الفريق الإعلامي السعودي الأستاذ حامد الطلحي.
شكرا أستاذ حامد. أيضا الزملاء الإعلاميين المتواجدين معنا، الإعلامي وليد العتيبي، الإعلامي أبو راكال التغطيات، الإعلامي ياسر الحارثي، الإعلامي هلال المالكي، أيضا الأستاذ الإعلامي عثمان القرشي، الإعلامي المتميز ناصر العبدلي، سناب وسام الطايف، أستاذ عبد العزيز النفيعي، سناب الخيال، الأستاذ عبد الله الأسمري. أيضا شخصية عملت في التطوع، بذلت الغالي والنفيس من أجل الفرق التطوعية، الأستاذة سارة الحارثي، الأستاذ الإعلامي والشاعر جمال الربيعي، الإعلامي محمد الحارثي، أيضا الإعلامي محمد المالكي، الإعلامي فالح العطاوي، أيضا الإعلامي المتميز رد الحارثي، الإعلامي يحيى المالكي، مقدم برامج متميز دائما على خشبة المسرح الأستاذ محمد المالكي، الأستاذ الإعلامي محمد الثقفي، سناب المعنى العتيبي، المنشد علاء الزايدي، الإعلامي إبراهيم العتيبي. شخصية دائما له إسقاطات جميلة على تويتر، دائما في الطائف وما يخص الطائف ويهتم بالطائف، الأستاذ محمد العدواني، الأستاذ فيصل النمري، قارئ القرآن الأستاذ الشيخ قيس المالكي، الإعلامية حصة الشريف، الأستاذة خولة عبد الله، الأستاذة سحر الناصري، الأستاذة ملاك الجهني، الأستاذ عمار الزايدي. أيضا كان مع جمعية ساعد في هذا المساء في التنظيم من أمس واليوم فريق الأمل بقيادة الأستاذة أمل الشهراني، وأيضا الأستاذ عبد الله القرشي، نواف معيض المطيري، فواز وارد الجعيد، مهند صالح الحارثي، وعبد الرحمن نايف الثبيتي، نواف محمد السيالي، مها ضيف الله الزهراني، أماني محمد السيالي، وعبد الله محمد القرشي. الإعلامي منصور الطويرقي، أيضا الإعلامي أبو مهند القرشي، أيضا من شركاء النجاح. أيضا ومن خلف الكواليس المصمم سفيان فيصل عبد الوهاب، الأستاذ محمد الريمي، والأستاذ طلال راشد فارسي، والأستاذ محمد عادل يوسف. طبعا هذولي من مجموعة الأستاذ محمد الغريبي، الأستاذ عبد المحسن الحارثي، ومن صحيفة إشراقة رؤيا الإعلامي علاء الرحيلي، والإعلامي سعد اللحياني، والمصور أزهر كشميري، والأستاذ عصام عبد القادر، ومحمد أحمد الشيخ، وعمار الطويرقي، وعبد الهادي عسيري. أيضا المنشد الصغير عيسى قيس المالكي. شكرا لكل من حضر وشرفنا في هذا المساء، شكرا لتواجدكم، شكرا لروحكم الطيبة. المايك الآن مع الأستاذ أحمد الدعاك. طبعا قبل الأستاذ أحمد هناك رسالة من رئيس مجلس إدارة نادي الفريق الإعلام السعودي الأستاذ سعود الثبيتي، فليتفضل مشكور. أخواني تحياتي لكل الجميع، شكرا للحضور. وأحب أعلن الأستاذ غزان بأنه صحيفة غرب وصحيفة صدى منحت الطلبة ببطاقات الصحفي الصغير، وتتكفل الصحيفة بكل طاقمها بتدريبهم، ونسعد بذلك. فنتمنى الأخت غزوة تسلم الخطاب للأستاذ رزان. نتمنى أنهم يكونوا إن شاء الله من الصحفيين ومحللين الاقتصاد إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. وهذه منحة من صحيفة غرب، فنبغى اللي يمثلهم يستلم الخطاب. الأستاذة غزوة بصفتها مديرة الفرع في الطائف تسلم الخطاب والبطاقات، وتحياتكم ألف مبروك. أيضا من جدة سناب بحر جدة الأستاذ المساعد المطيري. أيضا نستأذن
من فريق ساعد للصعود على المنصة لتكريمه. كان معنا أيضا مصورين من البلد الحبيب جمهورية مصر العربية، فلهم كل الشكر والتقدير، الله يعطيكم العافية. هناك هدية مقدمة من رجل الأعمال الأستاذ محمد الغريبي لنادي الفريق الإعلامي السعودي بالطائف.